الأدب الكردي في الفضاء العربي هو موضوع حلقة الليلة في استوديو متون وهوامش. ولنبدأ من قضية اللغة. أستاذ هوشنك، قضية اللغة قضية مركزية. هناك العديد ومعظم الكتاب والروائيين والشعراء والأدباء الأكراد من آثروا الكتابة باللغة العربية وليس باللغة الكردية. لماذا برأيك؟ في تقديري الميل الأدبي الكردي نحو اللغة العربية ضمن مستويات تاريخية. المستوى الأول كان يعني في يمكن أن نحيل الشعراء المتصوفة الكرد الأوائل، الملاي جزيري، أحمد يخاني، فقيه تيران، تعاملوا مع اللغة العربية كتطعيم للغة الكردية. تعاملهم مع اللغة العربية كان تعامل ذو خلفية دينية إسلامية. فيما بعد تطور هذا التعامل إلى تعامل سياسي مفروض، يعني الوجود بعد التقسيم الجغرافي والبشري اللي تعرض له أكراد مثل كل شعوب الشرق الأوسط. الأكراد الموجودين في العراق وفي سوريا فرض عليهم التعلم باللغة العربية كنوع من التعريب، من سياسات التعريب والصهر القومية أو استهداف الهوية الكردية في اللغة، لأنه اللغة هي ركن رئيس من أركان الهوية القومية للشعب الكردي سواء في العراق أو في سوريا. تم استهداف هذه اللغة عبر منع اللغة الكردية وفرض اللغة العربية كلغة تعليم ودراسة وما إلى ذلك. فتلقف الأكراد هذا الموضوع و يعني خضعوا للكتابة باللغة العربية تحت يعني الإجبار والإكراه. لكن فيما بعد تطور الموضوع إلى نوع من الهوس يعني وحب اللغة العربية. حب لنفس تعامل الشعراء المتصوفة الأوائل اللي طعموا قصائد بأبيات كاملة من الشعر العربي كتبوه هم. وكما شاهدنا في التقرير من اختاروا أن يكتبوا باللغة العربية في معظمهم اللي باللغة العربية أولا أو واحد من الأسباب الهامة هي جمالية اللغة العربية وغناها وثراها أمام ربما تراجع استخدام أو تعليم اللغة الكردية. هل تعتقد أيضا أستاذ هوشنك أنه تحقيقا لانتشار أكبر باعتبار مخاطبة الجماهير العربية وإيصال ما يريده الكردي باللغة العربية؟ هذا أحد الجوانب، يعني مسألة الكرد لأنه صاروا بشكل أو بآخر، خاصة غير الموجودين في سوريا أو في العراق، الموجودين في لبنان، الموجودين في مصر، أو الموجودين في أماكن يعني بعيدة عن منطقة كردستان، تبنوا مبدأ الكتابة باللغة العربية على أساس أنه يعني ينبغي أن يكون هنالك وسيلة للتعبير عن الهموم، عن الألم، عن الهاجس الكردي، الألم الكردي. وبالتالي فرض اللغة العربية كان في البداية وسيلة قهر وصهر وطمس، لكن حولها الكاتب والمبدع الكردي إلى وسيلة التعبير عن الرأي، عن حقيقة المشكل الكردي، حقيقة العلاقة التاريخية والحضارية بين الكرد والعرب. هذا من جهة. يعني مسألة الشيوع مهم، لكن بالتوازي مع ذلك جماليات اللغة العربية، زخم اللغة، المستوى الإبداعي والأدبي في بهذه اللغة. الأكراد أيضا أبدعوا في اللغة التركية، الأكراد أبدعوا في اللغة الفارسية. ما مارسه نظام البعث على الأكراد في سوريا والعراق مارسه النظام الأتاتوركي على الأكراد في تركيا. كذلك تعرض الأكراد في إيران إلى لكن الأكراد ساهموا بشكل أو بآخر إبداعيا ضمن ثقافة هذه البلدان. نعم. ويأتي دورهم هنا يعني في جزئية الأدب الكردي، الإبداع الكردي ضمن الفضاء. نعم بالطبع. فهذا لا ينفي وجود كتابات باللغة الكردية، وهذا يحيلنا بالضرورة إلى
إذن الثقافة الكردية والعربية تاريخ مشترك من الائتلاف والاختلاف. أستاذ هوشينك، يعني ارتبط الكثير من المثقفون الأكراد بالقضايا العربية، ومنهم تحديدا من ارتبط بالقضية الفلسطينية كذلك. لا ينسى انتساب سليم بركات إلى المؤسسة الثقافية الفلسطينية زمنا طويلا، صداقته أيضا بمحمود درويش. كتب أخيرا رواية عن أجواء حرب حزيران عام 67 بحضور شخصية يهودية سورية في سوريا. هل ترى دلالات وراء هذا الأمر؟ قبل الخوض في الإجابة على هذا السؤال، فيما يتعلق بأي تفصيل صغير يتعلق ب يعني مدى اندماج اللغة العربية في اللغة الكردية. هذا كان في زمن السلطنة العثمانية، كان الأكراد دويلات وإمارات شبه مستقلة، كان في هامش من الحرية. وقت ذاك أبدع الأكراد ملاحم شعرية مثل ملحمة مموزين الشعرية، ملحمة العشق الكردية مموزين. هذه الملحمة فيها مفردات عربية، والتي ترجمها البوطي طبعا، الشيخ البوطي نعم، وفيها مفردات عربية. والقصائد المتصوفة الأكراد فيها مش بس في مقاطع شعرية بالعربية، إذا حذفتي المفردات والمقاطع الشعرية العربية من المتن الكردي بيصير خلل، بيصير انهيار، وكأنه شيء في نقص رغم لذلك في هنالك نوع من الأغاصرة التاريخية الوشيجة ما بين اللغة الكردية. وقت ذاك كانت اللغة الكردية هي الحاضنة للمفردات وللتعبيرات العربية. هذا من جهة. بالعودة إلى مسألة الارتباط عربيا، ارتباط الأكراد، المثقفون الأكراد بالقضايا العربية وتحديدا بالقضية الفلسطينية، يعني أين هي فلسطين في الأدب الكردي؟ القضية الفلسطينية موجودة، ربما على نطاق ليس بواسع، مثل ما القضية الكردية ليست على نطاق واسع في الأدب العربي. يعني محمود درويش أهدى قصيدة واحدة للأكراد ونفتخر بها ونتباهى بها. جهد أبو حشيش كتب رواية واحدة يعني تناولت الوضع الكردي. ربما أدباء مصريين أيضا، ردوى الأسود أيضا كتبت رواية عن الأكراد والأرمن. هذه القلة في التناول الشأن والألم الكردي عربيا في الأدب العربي يوازيه بنسبة يعني في الأدب الكردي. لكن القضية الفلسطينية موجودة. يعني مثلا أنا صدر لي 5 روايات، 4 روايات دائما القضية الفلسطينية موجودة في رواياتي. في الرواية هناك تقاطع في المظلومية، يعني كيف؟ هناك تقاطع في مظلومية، الأكراد ظلموا بكل تأكيد، وأيضا الفلسطينيين يتعرضون لظلم هذا من جانب. لكن أنا لست وحدي، يعني هنالك أدباء وأديبات أكراد أيضا يعني تعاملوا وتضامنوا مع القضايا العربية، القضية السورية والقضية الفلسطينية. الأكراد دفعوا دما في مقابل القضية الفلسطينية، فما بالك يعني بالشعر والأدب والجانب الثقافي. نعم دكتورة نانسي، كتبت باللغتين العربية والكردية، ونالت روايتك وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال جائزة كتارا في العام 2017. كيف كانت هذه التجربة، الكتابة بهذه اللغة، باللغة العربية والكردية، وكيف تقيم فعلا العلاقة بين اللغتين في الكتابة تحديدا كروائي وشاعر؟ أنا دخلت في سجال مع كاتب عربي طالب الأكراد بالتوقف عن الكتابة باللغة العربية ويعني بموقف يعني يميل إلى العنصرية فرديت عليه أنا في مقال، وأنا مع هذا الرأي، وهذا يعني في الواقع العملي كمان أحققه. اللغة العربية هي لغتي الأم الثانية. مفهوم اللغة الأم بالنسبة لي ليس فقط اللغة اللي نأخذها من أفواه أمهاتنا، إنما من المدارس أيضا، اللغة التي يعني تحفز خيالي، تحفز لدي، يعني تؤجج مشاعري، فهي لغتي الأم يعني، أو إلى هذا المستوى. أنا بالنسبة لي ليست، أنا كائن ثنائي اللغة.
كائن ثنائي. ثنائي اللغة باللغة الكردية يعني ما عندي التفاضل. عندما تستدعي الحالة كتابة قصيدة باللغة الكردية فأكتبها باللغة الكردية وكأنني أجهل اللغة العربية تماما، وعندما أكتب باللغة العربية أيضا بنفس هذا المستوى. هنالك الجانب الروائي، فأنا بدأت الرواية باللغة العربية، وهذا أيضا هو كلام آخر. لكن فيما يتعلق باللغتين بالنسبة لي، وأعتقد لست الوحيد، هنالك يعني كثر من الأكراد يكتبون باللغتين، جان دوست، نزار آغري، يعني الأسماء التي وردت في التقرير ليس هم يعني هم نماذج يعني. إنما الكرد اللي بيكتبوا باللغتين أو باللغة العربية وحدها كثر، يعني يتجاوزون ما ذكرناهم. بالمحصلة بالنسبة لي يعني اللغة العربية واللغة الكردية في جسدي الأدبي مثل الشريان والوريد، والعملية الكتابية هي الدم اللي يدور في الشريان والأوردة لكي تستمر عملية جميل الكتابة. هذا التعبير، جميل هذا التعبير، وكأنه منصف للغتين. استمعنا لآراء هذه العينة. أستاذ هوشنك، ما رأيك بما قيل من انطباعات، وتحديدا فيما يتعلق بالثورة السورية؟ ما رأيك بمن يقول أن هناك مرحلتين، مرحلة ما قبل الثورة السورية وما بعدها فيما يتعلق بالأدب الكردي؟ أنا أميل إلى يعني الاختلاف الذي حصل. يعني نعم، الثقافة الكردية عانت ما عانته خلال عقود، يعني من المصادرة، من التهميش، من السهر، من القمع، من مجرد كتابة قصيدة في سوريا كان الكاتب يلاحق عليها وربما يزج في السجن. يعني مسألة النشر باللغة الكردية حتى الآن ما زالت ممنوعة. هنالك تهميش في مراكز الترجمة. يعني الآراء التي يعني وردت في التقرير إيجابية وأرحب بها، وأنا أحلم دعيني يعني أن أحلم أن أجد كتابا عربا يتقنون اللغة الكردية ويترجمونها إلى اللغة العربية. ليس الكاتب الكردي، يعني جان دوست كتب باللغة الكردية وترجم رواياته للغة العربية، حليم يوسف كتب باللغة الكردية وترجم أعماله اللغة العربية. أنا أحلم مثل ما هنالك كتاب عرب يترجمون عن الروسية والإنجليزية والفرنسية أن يترجموا إلى من اللغة التي تعيش بين ظهرانيهم يعني. وهذا في حقيقة الأمر يقودنا لسؤال مهم نطرحه على الدكتور. ما تحدث عنه والإشارة إلى محاولات الانفصال سياسيا، هل كان هناك حالة انفصالية ثقافية أيضا، أو رغبة انفصالية في الانفصال ثقافيا في الأدب الكردي؟ في تقديري لا، يعني ليس بذلك المستوى المبالغ والمتداول فيه في الإعلام العربي والحديث عن رغم أنه ما مورس على الأكراد من قمع وإبادة فيزيائية، استخدام الكيماوي وإبادة ثقافية وإنكار للوجود وللهوية، ويعني لو تعرض هذا الحال اللي تعرض له الأكراد الشعب الفلسطيني لكان الأكراد حاليا أبيدوا من على وجه الأرض. لكن ومع ذلك كل هذه السياسات هل خلقت ردة فعل عكسية تجاه الثقافة العربية من الأكراد؟ لا. بدليل عشرات الكتاب اللي بيكتبوا باللغة العربية ويبدعون ويقدمون أدبا كرديا مكتوبا باللغة العربية. شوفي، في الشرق الأوسط نهران عظيمان يصبان في الثقافة العربية. نهر في سوريا يمثله الكتاب والكاتبات الكرد اللي بيكتبوا وبينتجوا وبيعطوا خيال مختلف عن الخيال العربي، أفكار مختلفة، آلام مختلفة، تتقاطع في حيثيات وتختلف في حيثيات. هذا الغنى، هذا النهر الإبداعي الثقافي الأدبي يمثله كتاب وكاتبات أكراد سوريين. كذلك هنالك نهر في العراق. يفترض بالعالم العربي، بالمنظمة العربية للثقافة التابعة للجامعة العربية، المركز القومي للترجمة في مصر، حتى يعني في أي مكان يفترض أن يحتضنوا هذه الثقافة المكتوبة باللغة العربية على أضعف الإيمان. إذا ما في معاهد، ما في كليات
تخرج كوادر تجيد اللغة الكردية. من أين ستأتي عملية الترجمة وحركة الترجمة من اللغة الكردية إلى يجب أن يكون هناك إرادة تعقيب وتوجه. صغير سريعا من فضلك. سريعا. في 2019 كنا في رام الله، وكنا في ضيافة فخامة الرئيس محمود عباس. حكى نصف ساعة كلام مع الكتاب والمثقفين. 20 دقيقة من تلك النصف ساعة كانت عن العلاقة بين الأكراد والعرب، العلاقة بين الأكراد والفلسطينيين. أنا أطمح في يوم من الأيام أزور جامعة بيرزيت أو إحدى الجامعات الفلسطينية وأجد قسم اللغة أو الأدب الكردي في فلسطين. هذه وفي كل العواصم العربية، مش بس في فلسطين، هي كجزئية لكي يقترن القول بالفعل. نعم، نأمل ذلك. ويعني فلسطين لا شك يعني تفتح أبوابها دائما، وكل يعني بتصوري الدول العربية لابد أن يكون هناك توجه من أجل يعني دعم هذا الأدب الكردي في الفضاء العربي. شكرا لوجودكم معنا ضيوفنا